سلام البنات، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة لي التحقوا بنا اول مرة نقولها ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. هنا نكملوا سلسلة حلويات العيد، عيد الفطر. اليوم درت لكم مشوك، فو مشوك باللوز، بزاف يجي بنين وهشيش وخفيف وبسيط وسريع في نفس الوقت. نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. هنا عندي زوج حبات بيض، راح ناخذ حبه بيض وصفر، 125 غرام تاع زبده او مارغرين تكون طريه، نص كاس تاع سكر غلاس، ونص كاس تاع لوز يكون محمص. هنا مغرفه صغيره تاع لافاني، قرصه تاع ملح، وقرصه صغيره تاع لا ليفور شيميك، والفارينه باش نلمو العجين. وللتزيين عندنا اللوز هنايا يكون كونكاسي، مشي محمص بزاف. وعندنا لوز، وعندي حلقومه اختياريه هذه. نروح مباشره لطريقه التحضير اللي قلت لكم جد سهله. هنا راح نحط الزبده تاعي او المارغرين. هنا استعملت انا مارغرين، قلت لكم 125 غرام. نضيف لها نص كاس تاع سكر غلاس بقيمه 120 غرام. راح نضيف حبه بيض كومبلي. بعدها راح نضيف صفار بيضاء. راح نخلط كلش المكونات باليد كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. حتى تتجانس كامل المكونات. لازم هذيك الزبده تذوب مليح مليح. ما ننساوش بيان سور القرصه تاع الملح. ضفت القرصه تاع الملح ونخلطوا المكونات. هذه وصفة سهلة وسريعة في نفس الوقت، مناسبة جدا للعاملات اللي ما عندهمش الوقت. نضيفوا هنايا مغرفة صغيرة تاع لافاني. بعدها راح نضيف نص كاس تاع لوز. هنا اختياري اللوز، تقدري ديري الكاوكاو، ما بالكاوكاو يجي قمة في الروعة ويجي بنين. المهم انه الكاوكاو ما يكونش ملح مليح، ويكون محمص مليح باش يعطي هذاك الكو تاع اللوز ولا الكاوكاو، هذاك الكو تاع التحماص. هكذا راح نلمو كامل بهذه الطريقة. ندخلوا المكونات. بعدها راح نضيف الفارينة بالتدريج، ونضيف قرصة تاع الخميرة الحلوى، ونخلط الفارينة حتى نلمو العجين بالتدريج بالتدريج. غير كملنا كامل الفارينة او لحقنا للعجينة اللي رانا حابين نوصلوا ليها المطلوبة، اللي هي تكون طرية ما تيبسوش. نلمو كامل بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هذا هو قوام العجين، لازم يكون طري بهذا الشكل. ونروحوا دوكا مباشرة بلا ما نخلوها ترتاح بلا والو، نروحوا مباشرة باش نشكلوا الحلوى تاعنا او المشوك. هنا جبت بياض بيضة اللي بقات لنا من الحبه تاع زوج حبات بيض اللي استعملناهم. البياض البيضاء راح نكوروا كويرات بهذا الشكل كما راكم تشوفوا هنايا. حجم متوسط، يكون 25 غرام حتى 30 غرام. ما تكبروهمش بزاف. المشوك كل ما يجي صغير كل ما يجي متحوف. المهم انه يجي متوسط، ما تكبروش. وهنا نجيب نغطسوها بيان سور في بياض البيض اللي كنا خلطناه شويه، نخلطوه شويه. ونجيبوا اللوز تاعنا اللي يكون محمص ومشي محمص بزاف، ماشي كيما اللي درناه في العجين. يكون لا كولور تاعو شويه كلاغ على اللي في العجين، هكا باش يزيد يتحمرنا في الفرن. ونكونوا شعلنا الفرن تاعنا على 160 درجه كما راكم تشوفوا هكا. ونحطهم في الكيسات هكذا. عمليه سهله ومش راح تدي معاك الوقت هكذا. ونرشق عليها حبه لوز بهذا الشكل.
نكملوا الحبة الثانية هكذا بهذه الطريقة. نكوروا الكويرات تاوعنا، نغطسوهم في بياض البيض، ومن بعد نرمدوهم في اللوز. كما قلت لكم انه اللوز ما يكونش محمص بزاف باش يزيد يحمر معنا في الكوشه هكذا. ونديرو في ليكيسات. هنا المشوك لازم يطيب في ليكيسات هكذا، ونرشقها بحبة لوز. طريقة سهلة، وقلت لكم وصفة هايلة وسريعة في نفس الوقت. كما تعرفوا ان الموائد تاع الاعياد تاوعنا او الاعياد تاوعنا ما نستغناوش على المشوك. هنا نكملوا ثالث حبة. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة نكملوا كامل العجين تاعنا. اللي ما عندهاش، اللي عندها ميزان توزن، واللي ما عندهاش ميزان دير بيدها هكا تشوف. كما يقول لك عيني ميزاني، انا جامي نستعمل الميزان، عيني ميزاني يجوا كامل كيف كيف. كما راكم تشوفوا نزيد نغطسها في بياض البيض ونرمدها في اللوز. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الكاوكاو، راح يجي تاني روعه به، يجي هايل بالقو تاع الكاوكاو تاني هكذا. ونحط كلش في سنيوه. نكمل كامل العجين تاعي وندخلو على درجه حراره 160. هنا زدت رشقت الحبات اللي بقاو بالحلقومه كيما الناس زمان. نحب انا بزاف، ولا اللي عنده لي سيريز يدير لي سيريز. انا نحب بزاف هادو الالوان في الحلقومه، سي بور سا نحب نديرهم في المشوك، حيعطوا نظره مليحه وشابه للحلوى تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا طاب المشوك تاعنا او الحلوى. راح نعسلوها بالعسيله عاديه. اللي شاف العسيله ثقيله يخففها شويه، يخففها ويسقي بها هذيك الحلوى. المهم انه الحلوى تكون سخونه، غير تخرجوها من الفرنو سقيوها بالعسيله هكا بهذا الشكل، وخلوها حتى تنشف كامل وتشرب هذيك العسيله. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه يجي فريمون هايله ومعسله. المشوك هذا فريمون هايل، انا نحبه بزاف وما نستغناش عليه كامل في الاعياد. لازم نديرو حتى ولو كان ندير كونتيتي صغيره، كميه صغيره. هنا ما قلت لكمش اللي حب يضاعف المكونات المقادير يقدر يضاعف المقادير. انا ندير كونتيتي صغيره باسكو العائله تاعي صغيره. وراه وجد معنا هنا المشوك جا فريمون كما راكم تشوفوا الشكل تاعو روعه روعه روعه، بزاف شباب باللوز وتاني بالحلقومه. هنا راكم تشوفوا هذيك الحلقومه الله الله من الفوق راهي فريمون هايله. كما قلت لكم اللي يحب يعسلو مليح يزيد يضيف له، ماشي شرط ديري له غير مغرفه كبيره تاع عسل، تقدري تزيدي له. لا شتيه ما تشربلكش زيدي له، ولا حبيتيه معسل اكثر زيدي له. هنا راني نقسم معكم في المشوك كيفاش جا معايا، جا فريمون هايل هايل. كما راكم تشوفوا يتقسم فاسيلمون وهشيش، والقو تاعو ما نحكي لكمش. راني ديجا انا غير درتو في الفطور، مور الفطور كليت 2 حبات ديريكتومون، قريب كملت كامل سنيوه. هنا الكونتيتي كما قلت لكم انا ما جاونيش بزاف، جاوني حوالي 21 حبه. وانت على حساب عدد الافراد العائله ولا ضياف ولا ديري كونتيتي ضعفي المكونات. وان شاء الله تعجبك الوصفه تاع اليوم وتنال رضا. كما راكم تشوفوا هنا راه مشمخ من الداخل بهذيك العسيله، واللي حبت تعسلو كتر تزيد له. نحبو نص نص. جا فريمون توب هايل هايل هايل. ان شاء الله تجربوه بطريقتي هذه وينجح لكم. في الاخير نقول لكم ما تنسونيش بجام وكومنتير وبارطاج للفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.